رجعنا مرة تانية. أنا اشتغلت لحد ما وصلت للسطر رقم 115. بصوا كده الجزء اللي أنا اشتغلته. جيت عند السطر رقم 115 عملت ايه؟ اشتغلت جزء الصدر ماشي، وجيت عند جزء الظهر ووقفت، يعني اشتغلت نص السطر بتاع 115 بس. جزء الظهر حطيته كده، انتوا ممكن تنقلوه على اللي هي الإبرة اللي هي بمشبك دي، اللي هي عامله زي الدبوس، تمام، بس انا بتضايقني فانا بحب استخدم الخيط لانه مريح اكتر وبيتحرك معايا. فانا نقلت الغرز بتاعه الظهر من غير ما اشتغل السطر رقم 115 لوحدها كده، تمام، وغرز الصدر بس اشتغلتها سطر 115 ومعايا على ابرة الشغل، وهنبتدي نشتغل فيها التناقص بتاع حردة الباط مع بعض دلوقتي. طيب اول حاجه هنشرح ازاي هنشتغل التناقص بتاع حردة الباط. نجيب البلوفر ونحطه كده على جنب دلوقتي. بصوا كده معانا، هنعمل رسمه كده وهنعمل دي كده، تمام، وهنعمل دي كده، وهنعمل دي كده. بصوا كده دي كده. ده اللي انا عايزه اعمله. هنعمل حردة الباط، تمام، وهنعمل هنا مرد للزراير بتاعه الصدر، وهنعمل حردة الرقبة او حردة العنق مدورة، بس هي مش كبيرة كده في الحقيقة، هتبقى اصغر من كده، وحردة الكتف، تمام. فهنعمل حردة ومرد مع بعض، وحردة رقبة، والحردة بتاعة الكتف. طيب هنبتدي ازاي؟ اول حاجة محتاجين نعرفها عرض الكتف، يعني من اول هنا لحد الناحية التانية اللي هي دي كلها، نعتبر ان ده البلوفر كامل. العرض بتاع البلوفر كامل من اول هنا لحد الناحية التانية كام سنتي؟ عرض الكتف عندي 45 سنتي، وكنا قلنا ان عرض الصدر اللي هو هنا، اللي هو الجزء ده كده، اللي هو الجزء ده اللي هنا كده مثلا قبل الحرد اصلا، عرض الصدر عندي قلنا 55 سنتي، تمام. يبقى الجزء الفرق بين عرض الصدر وعرض الكتف 10 سنتي. 10 سنتي دي هي الجزء اللي انا هحرده هنا في الباط. انا عندي المقاس الاولاني هنا 55 سنتي، تمام، عايزاها توصل لهنا فوق 45. يبقى انا هشيل الحتة دي، المثلث التخيلي ده اللي انا هشيله، اللي هو هيبقى 10 سنتي، هشيله من هنا ومن الناحية التانية، لان ال10 سنتي دي مقسومة على الاتنين. طيب انا هرجع هنا للباترون بتاعي او للعينة اللي انا كنت واخداها. ال10 سنتي دول معناهم عندي في الباترون 28 غرزة. قلنا ال28 غرزة دول هاخد نصهم من هنا ونصهم من الناحية التانية، بس انا رسمه نص بس، هاخد نص من هنا ونص من الناحية التانية، يعني 14 غرزة يمين و14 غرزة شمال، تمام كده، تمام كده. انا عرفت هنقص كام غرزة. طيب هبتدي ازاي؟ ارتفاع حردة الباط بتاعتي 24 سنتي. لما رجعت للعينة ارتفاع ده كده من اول هنا لحد هنا، اللي هو من اول هنا، من اول الحته دي كده اللي انا هبتدي فيها حده الباط لحد مكان حده الكتف 24 سنتي، تمام. رجعت للعينه مره تانية ولقيت ان هيبقى معايا 62 سطر. يبقى انا هشتغل الكتف بتاعي او الارتفاع بتاع الكم بتاعي 62 سطر، تمام، اللي هم 24 سنتي. داخل فيهم ان انا هشتغل فيهم الحرده بتاعت الباط وحردة العنق وحردة الكتف في النهاية، اللي هو كله على بعضه هشتغل 62 سطر، تمام، عشان يديني 24 سنتي. وهنقص 24 غرزة هنا و24 غرزة الناحية التانية. طيب سوري، 14 غرزة هنا و14 الناحية التانية. ال14 هنقصهم ازاي؟ هنقصهم 5 4 3 2. ده التقسيمة بتاعتي 5 4 3 2. يعني ايه 5 4 3 2؟ يعني هشتغل على 8 سطور. اول سطر بنقص فيه رايح
5 غرز، وبعد كده برجع واللي بعديها انقص 4 وارجع، وبعد كده 3 وارجع، وبعد كده 2 وارجع. طيب نخلص جزء حردة الكتف، تمام، وبعد كده نكمل نقول لكم هنشتغل ازاي المرد وهنشتغل ازاي كل الحاجات دي واحده واحده. طيب هنبدا مع بعض نشتغل حردة الكتف دلوقتي على طول. زي ما قلت لكم انا عملت ايه معايا دلوقتي. غرز الصدر بس على الابره، وغرز الظهر كلها انا حطيتها ايه على الفتله اللي لونها بامبا دي، ومعايا غرز الصدر بس موجوده على الابره. طيب هشتغل دلوقتي هعمل ايه؟ هبتدي اشتغل رايح جاي، اشتغل عادي كأني بشتغل على ابرة مستقيمة مش دائرية. يعني دلوقتي هشتغل سطر ظهر. طيب زي ما انتوا شايفين في الباترون عندكم، انا اول سطر عندي في الكتف اللي هو الجزء العلوي من البلوفر، اول سطر عندي هو سطر خلفي، تمام. عشان كده انا اشتغلت نص الغرز بس، ما اشتغلتش سطر كامل لان اول سطر عندي سطر خلفي. طيب هعمل ايه؟ هبتدي اول سطر تناقص، هشتغل هسلت اول غرزة من غير شغل، تمام، واللي بعدها اشتغلها مقلوبة واقفلها كده. انا قفلت اول غرزة، نقصت اول غرزة، اشتغل اللي بعدها 2 واقفلها، 3 واقفلها، 4 واقفلها، 5 واقفلها. كده انا عملت ايه؟ كده قفلت 5 غرز، 1 2 3 4 5. وهكمل بقية السطر عادي جدا سطر ظهر، يعني هشتغل على العدلة عدلة وعلى المقلوبة مقلوبة. ده كده اول سطر. هتلاقوا الباترون عندكم زي ما قلنا في الترتيب بتاع السطور، وهنشتغل كل سطر ايه بالظبط. هخلص السطر ده وارجع لكم مرة تانية. خلصت السطر رقم 1 وهنبدأ في السطر رقم 2. السطر رقم 2 عندي سطر وش، تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما عملنا في السطر اللي فات، هنسلت اول غرزة من غير شغل، والتانية هشتغلها عدلة واقفلها كده. انا قفلت واحدة، بعد كده عدلة واقفلها كده، قفلت الغرزة التانية، واحدة عدلة واقفلها كده، 3 واحدة عدلة واقفلها كده، 4 واخر غرزة عدلة واقفلها كده. اكون قفلت 5 غرز ناحية اليمين، وزيهم قفلت 5 غرز من ناحية الشمال. كده انا خلصت اول جزء في ايه، في اسطر الحردة بتاعة الباط، تمام. زي ما قلنا ناحية 5 وبعد كده 4 وبعد كده 3 وبعد كده 2. هكمل بقية السطر عندي سطر عادي جدا زي ما هو موضح عندكم في الباترون. ما ننساش ان السطر الوش بنشتغل فيه الضفاير، وسطر الظهر بيبقى عادي جدا على العدل والمقلوب مقلوب. السطر ده هشتغل فيه الضفيرة بتاعت خلية النحل. هخلص باقي السطر وهرجع لكم مرة تانية، تمام، ونشتغل السطر اللي بعده او التناقص. السطر اللي بعده هيبقى ظهر، هشتغل برضو معاكم التناقص بتاعه واوريكم شكله عامل ازاي. هخلص انا السطر ده وارجع لكم مرة تانية. خلصت السطر رقم 2 وهبتدي السطر رقم 3. السطر رقم 3 سطر مقلوب، هبتدي هنقص فيه 4 غرز، دي واحدة، 2 3 بصوا كده،
4. كده انا قفلت 4 غرز. بصوا الشكل عامل ازاي. دول ال5 غرز الاولانيين قفلتهم، وبعدين قفلت 4، وهكمل بقية السطر عادي جدا مقلوب لحد نهاية السطر. طيب انا هكمل بنفس الطريقة. ده السطر رقم 3 نقصت فيه 4. هبتدي السطر رقم 5، بعد كده هيبقى سطر عدل وهنقص فيه 4. الترتيب بتاعي هيكون كده. ثواني هكتبه لكم. السطر رقم 1 ده سطر مقلوب ونقصت فيه 5 غرز. سطر رقم 2 عدل ونقصت فيه 5. سطر رقم 3 مقلوب نقصت فيه نقصت فيه دلوقتي معاكم 4. السطر رقم 4 سطر عدل، ده اللي هو السطر اللي بعديه، ده برضو سطر عدل هنقص فيه 4. السطر رقم 5 سطر مقلوب هنقص فيه 3 غرز. السطر رقم 6 سطر عدل هنقص فيه كام؟ هنقص فيه 3 غرز. السطر رقم 7 سطر مقلوب هنقص فيه غرزتين. وسطر رقم 8 سطر مقلوب هنقص فيه غرزتين. ده الترتيب والتناقص. انا اشتغلت معاكم 1 2 3 4. سطر رقم 4 دلوقتي، سوري، سطر رقم 3 اللي انا اشتغلت معاكم دلوقتي. هكمل انا بقيه الاسطر دي. هيجي في بدايه كل سطر وهنقص ايه؟ عدد الغرز اللي قدامه. يعني في بدايه السطر رقم 5 هنقص 3، في بدايه 6 هنقص 3، في بدايه 7 هنقص 2، لحد السطر رقم 9 انا هشتغله بدون تناقص. هشتغل سطر عادي، ده هيبقى سطر مقلوب. سطر رقم 9 هيبقى سطر مقلوب، هشتغله سطر عادي بدون تناقصات. تمام. وهرجع لكم في السطر رقم 10 نشتغله سوا ونشوف هنعمل فيه ايه. هخلص انا الجزء ده وهرجع لكم دلوقتي مرة تانية. طيب عملت انا ايه هنا؟ بعد ما خلصت الحردة بتاعت الابط واشتغلت السطر رقم 9 اللي هو سطر ظهر، جينا للسطر رقم 10. جيت عديت عدد الغرز اللي معايا على الابرة، غرز الصدر بس، وقسمتها على 2. بصوا بقى معايا نص يمين ونص شمال، وحطيت الماركر ده في النص. بقى معايا كام؟ بقى معايا 63 غرزة و63 غرزة. تمام. ده مجموع الغرز بتاعتي 63 و63. هشتغل في نص الصدر اليمين عشان من هنا هبتدي اعمل ايه؟ المرد بتاع الصدر. طيب هنبتدي نشتغل ازاي؟ خدوا بالكم انا فصلت في السطر رقم كام؟ فصلت هنا في السطر رقم 10 عشان هنرجع نشتغل جزء الصدر الشمال برضو في السطر رقم 10. طيب هبتدي اشتغل جزء الصدر الاول. تمام. هو ده الشمال، شمال جزء الصدر الشمال. تمام. هنبتدي نشتغله مع بعض لحد الماركر. هبتدي اشتغل هنا كده، وصلت اول غرزة من غير شغل. اشتغلت السطر بتاعي عادي جدا. تمام. واشتغلت الضفيرة بتاعته لحد ما وصلت بقى معايا 8 غرز على الابرة، اخر 8 غرز قبل الماركر اللي انا عاملاه. هبتدي اشتغل الغرز ال8 المتبقية غرز كلها مقلوبة. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، 8. تمام كده انا وصلت للماركر. هسيبه مش محتاجة خلاص، وهلف الشغل من هنا. تمام. وابتدي ارجع اشتغل في نفس النص الشمال اللي انا بشتغل فيه، وهشتغل سطر ظهر. هاجي هنا عند ال8 غرز اللي انا اشتغلتهم مقلوب. تمام. هشتغلهم هنا برضو مقلوب. هسلت بس اول غرزة من غير شغل. تمام. وهشتغل غرز بعدها كلها مقلوبة. عندي الغرز دي هنا عدلة. تمام. بشتغل العدلة مقلوبة. طيب انا دلوقتي عملت ايه؟ تمام. اشتغلت السطر رقم 10 عدل لحد ما وصلت لاخر 8 غرز على الابرة، واشتغلتهم مقلوب. لفيت الشغل. تمام. واشتغلت ال8 غرز اللي انا اشتغلتهم مقلوب هنا، اشتغلتهم مقلوب برضو على الظهر. يعني انا عملت ايه؟ ابتديت اشتغل المرد بالغرزة المرنة.
المرد الشمال عندي اشتغلته 8 غرز من غرزة مرنة، يعني لا اما تشتغلوها عدل على الوش وعدل على الظهر، لا اما تشتغلوها مقلوبة على الوش ومقلوبة على الظهر. ده مرد مرن. تمام كده. انا كده بشتغل في جزء الصدر الشمال فقط. هرجع بعد كده هكمل بقية السطر المقلوب، ده سطر رقم 11 لحد الاخر، وهكذا هكمل السطر رقم 12 زي ما مكتوب عندكم في الباترون. هبتدي اشتغله هنا عدل لحد ما اوصل عند الضفيرة المركبة دي واشتغلها لحد ما اوصل عند مكان المرد اهو. ابتدى هنا متعلم فيه هنا فراغ اهو. تمام. انا كده وصلت المرد. هشتغل برضو اخر 8 غرز مقلوبة وهكمل، هقلب سطر وهكمل واشتغل رايح جاي رايح جاي زي الباترون لحد ما اوصل للسطر رقم كام. انا ابتديت المرد في السطر رقم 10 وهخلص في السطر رقم 40 عشان ابتدي اشتغل حردة العنق او حردة الرقبة اللي هي من قدام ناحية الشمال، لاني بشتغل مفصول. انا كده بشتغل جزء الشمال بس من الصدر. تمام. تمام. طيب اي سؤال في اي وقت انا معاكم. طيب انا هنا المرد ده وانا شغاله كده هشتغل لحد السطر رقم 40 وانا شغاله هعمل فتحتين للعروه. هعمل فتحه عروه في السطر رقم 15 وهعمل فتحه تانية في السطر رقم 30. يعني هعمل فتحتين للعروه، فتحه هتبقى في سطر رقم 15 و16 لان العروه بتبقى على سطرين زي ما قلنا قبل كده، وعروه في سطر رقم 30 و31. عايزين، انا مش هشتغل معاكم العروه، عايزين تشوفوا فيديو العروه، فيديو ليها فيديو منفصل هتلاقوه موجود عندكم في صندوق الوصف. طيب اي سؤال انا معاكم. انا هشتغل دلوقتي هشتغل من سطر 10، مش هعمل اي حاجه، هشتغل سطور عاديه بس غير اللي انا هشتغل المرد ده بالغرزه المرنه. هشتغل لحد ما اوصل للسطر رقم 39 وهرجع لكم مره تانية نشتغل مع بعض سطر رقم 40 اللي هو هنبتدي فيه حردة العنق. هشتغل الجزء ده وهرجع لكم مره تانية تشوفوا معايا الشكل بقى عامل ازاي. طيب عايزين دلوقتي نشتغل حردة الرقبة. عندي حردة الرقبة انا هشتغلها حردة رقبة دائرية وهشتغل عليها بعد كده كولا. فهشتغل حردة الرقبة الدائرية ازاي؟ اول حاجة محتاجة اعرف عرض الكتف، اللي هو مثلا لو احنا بناخد المسافات من على البلوفر او على بلوفر قديمة عندكم هتاخدوا المسافة دي مش من راس المثلث، هتاخدوها من تحت شوية المسافة المستقيمة. راس الكتف عندي كام سنتي؟ 18 سنتي. هنعوض في العينة هتبقى معايا 51 غرزة اللي هي المسافة دي كده من اول هنا لحد هنا 51 غرزة. انا اللي عندي عدد الغرز عندي كامل بعد حد الباط كام غرزة؟ 63. نعد تاني مرة واتنين، المفروض يكون معاكم دلوقتي 63 غرزة بعد ما عملنا حدة الباط. تمام. 63 غرزة دول منهم 51 غرزة دول بتوع راس الكتف، دول انا مش هقرب لهم. هنقص 51 من 63 يبقى انا معايا كام؟ 12 غرزة. دول الغرز اللي هنقصهم عشان اعمل دوران الرقبة او حردة الرقبة. يعني انا هنقص في دوران الرقبة 12 غرزة يمين و12 غرزة شمال. تمام كده. تمام. طيب ال 12 دول انا هنقصهم في كام سطر؟ انا عندي واقفة دلوقتي عند السطر رقم 39 وهبدأ في السطر رقم 40، يعني بداية من السطر رقم 40 انا عندي ارتفاع حردة الباط كاملة لحد الكتف كام سطر؟ 62 سطر. يعني انا معايا كام؟ 22 سطر هشتغل فيهم حردة الرقبة وحردة الكتف. تمام. طيب توزيعة حردة الرقبة عندي كام؟ عندي 12 غرزة. هوزعها ازاي؟ هنقص 4 وبعدين 3 وبعدين 2 وبعدين 1 1 1. دي توزيعة حردة الرقبة بتاعتي. يعني اول سطر هنقص 4 وبعدين 3 واروح وارجع وانقص 2 واروح وارجع وانقص 1 واروح وارجع وانقص 1 واروح وارجع وانقص 1. كده انا هشتغل تناقص الرقبة كام سطر؟ 2 4 6 8 10 12. انا هشتغل تناقص الرقبة في 12 سطر. تمام. ده الجزء اللي احنا هنشتغله دلوقتي. نخلص تناقص الرقبة واوريكم هنكمل ازاي. بصوا كده ده الجزء اللي انا اشتغلته وفتحت هنا اماكن العروات في السطرين رقم 15 والرقم 30 زي ما قلت لكم،
وخلصت جنب الصدر الشمال ووصلت للسطر رقم 40. سطر رقم 40 عندي سطر وش مش هشتغل فيه حاجة. هنبتدي من اول سطر رقم 41 ونبتدي اول تناقص زي ما قلنا. هنبتدي اول حاجة هننقص 4 غرز. اول غرزة هنسلتها من غير شغل، تمام. والتانية المفروض هنشتغلها مقلوب، هنشتغلها مقلوب عادي ونقفلها عليها كده. واحدة قفلناها، والتانية كده قفلناها. 3 4 ونكمل بقية السطر مقلوب عادي جدا من غير اي تناقصات. هنكمل بقية السطر عادي على عدلة عدلة وعلى المقلوبة مقلوبة، تمام. ده السطر رقم 41. هشتغل بعديه السطر رقم 42، ده سطر وش، تمام. هنشوف الضفيرة فيه ايه في الباترون ونشتغلها، ونيجي نرجع مرة تانية للسطر رقم 43 هشتغل فيه تناقص الرقبة. هشتغل انا اكمل بقية السطر ده وهشتغل سطر الوش وهرجع لكم مرة تانية في السطر رقم 43 وهقلب وهشتغل سطر رقم 43. سطر رقم 43 هنشتغل فيه تاني جزء من التناقص بتاع حردة الرقبة. هنقص فيه 3 غرز. اول غرزة هسلتها من غير شغل، واللي بعده هشتغلها مقلوبة واقفل كده. 1 واشتغل التانية مقلوبة واقفل كده. 2 واشتغل اخر غرزة مقلوبة واقفلها بالشكل ده كده. بكون قفلت 3 غرز، 4 وبعديهم 3 واكمل بقية السطر مقلوب عادي جدا، تمام، لحد ما اخلص. هكمل بنفس الطريقة. بصوا كده الشكل معايا عامل ازاي، ده الشكل كده بتاع حدة الرقبة. هكمل بنفس الطريقة، هشتغل رايح جاي. انا نقصت 4 في سطر رقم 41، تمام. نقصت 4 غرز. بصوا هوريكم كده المكتة اللي عندنا، طبعا الباترون هيجيلكم مظبوط. بصوا كده انا عاملة ايه. نقصت 4 غرز في سطر رقم 41، تمام. وسطر رقم 42 ده سطر عدل مش هنقص فيه حاجة. سطر رقم 43 نقصت 3 غرز. سطر رقم 44 هشتغل وده سطر عدل مش هشتغل فيه تناقصات. سطر 45 سطر مقلوب هنقص فيه غرزتين. 46 سطر عدل مش هنقص فيه حاجة، هشتغل فيه الخلية والضفيرة. سطر رقم 47 هنقص فيه غرزة. سطر رقم 48 مش هنقص. 49 هنقص فيه غرزة. 51 هنقص فيه غرزة، ودي اخر غرزة هنقصها في اسطر التناقص بتاعة الرقبة بتاعة حدة الرقبة. يعني اسطر تناقص حدة الرقبة بتاعتي سطر 41 43 45 47 49 51. بنقص على اسطر الظهر 4 3 2 1 1 1 بنفس الترتيب. انا ايه بحاول اقول لكم بكل التفاصيل، والتفاصيل دي هتشوفوها مكتوبة كمان، تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا بكتب كل حاجة عشان خاطر مبقاش فيه اي لخبطة. فاي سؤال او اي حاجة انتوا مش فاهمينها انا معاكم. انا هوصل لحد سطر رقم 52 اللي هو سطر العدل ده، وهرجع لكم مرة تانية هنشوف هنعمل ايه وهنشتغل التناقص بتاع الرقبة ازاي، اللي هو بتاع الكتف ازاي، وهنقفل جنب البلوفر ده خالص، تمام. وهنشتغل في الجزء اليمين زي ما اشتغلنا في الجزء الشمال بالظبط، وبعد كده هنبتدي نشتغل جزء الظهر. هوصل انا لحد الجزء ده، تمام، وهرجع لكم مرة تانية. يعني انا هخلص التناقص بتاع الرقبة كله وهرجع لكم مرة تاني نشوف الشكل بقى عامل ازاي، ونكمل بالتفصيل زي ما احنا بنقول كده، بنشتغل واحدة واحدة لحد ما ايه ما نوصل نتيجة كويسة.
هخلص انا الجزء ده وارجع لكم مرة تانية. ورجعنا مرة تانية. خلصت حردة الرقبة بالشكل ده. تمام. حردة الرقبة عندي خلصت عند السطر رقم 51. اخر سطر اشتغلت فيه تناقص في حردة الرقبة رقم 51 زي مكتوب عندكم في الباترون. تمام. اشتغلت بعدهم 5 اسطر عادية رايح جاي، اللي هو وش وظهر يعني، من غير اي تناقصات او تزايدات، لحد ما وصلت للسطر رقم 57. يعني اخر سطر معايا على الابرة هنا هو رقم 56. وبعد كده هنبتدي دلوقتي مع بعض السطر رقم 57. بصوا كده انا حطيت لكم على خلفية بيضة عشان خاطر تشوفوا الشكل عامل ازاي معايا. ابتديت من اول هنا التنقص بتاع الرقبة لحد سطر 50، سوري سطر رقم 51. وبعد كده اشتغلت الجزء ده 5 اسطر. تمام. لحد ما وصلت للسطر رقم 57. تمام. هنبتدي مع بعض ونشوف هنعمل ايه. السطر رقم 57 عندي عبارة عن سطر ظهر، يعني هنلف الشغل كده ونشتغل من الظهر، وهنبتدي هنا نعمل تناقص الكتف. طيب هنعمل تناقص الكتف ازاي؟ بصوا كده معايا. قلنا هنا عرض الكتف عندي 18 سنتي، يعني 51 غرزة. هنعمل ايه؟ هنقسم ال51 غرزة دول على 3. يعني هقسم الكتف عندي على 3 مرات، 17 17 و17. 3 مرات يعني معايا 6 سطور. مرة رايح وجاي، رايح وجاي، رايح وجاي. انا بنقص هنا على الاسطر المقلوبة والاسطر العدلة بشتغلها عادي. يعني هقفل 17 غرزة في السطر المقلوب والسطر العادل مش هنقص فيه حاجة، وهكذا هقفل بعد كده 17 غرزة في السطر اللي بعده واللي بعده ما فيهوش حاجة، و17 غرزة في السطر اللي بعده، واخر سطر هشتغله عادي من غير اي حاجة، وهقفل الغرز الباقية مع بعض. السطر رقم 57. تمام. وهنشتغل سطر ظهر بدون اي تناقصات. يعني السطر 57 عندي هو سطر عادي جدا من غير اي تناقص. هنبدأ السطر رقم 58. اول غرزة هنسلتها من غير شغل بالشكل ده. تاني غرزة هنشتغلها زي ما هي عدلة ونقفلها كده. قفلنا واحد. اللي بعدها مقلوبة، نشتغلها مقلوبة عادي، نقفلها كده. قفلنا غرزتين. الغرزة اللي بعدها مقلوبة برضو، هنشتغلها مقلوبة، نقفلها كده، نكون قفلنا 3 غرز. اللي بعدها عدلة، نشتغلها عدلة، نقفلها 4 5 6 7 8 9 10. كده انا قفلت اول 17 غرزة من غرز الكتف بالشكل ده، وهكمل بقية الغرز عادي بشكل الضفيرة اللي المفروض اشتغله. هنا سطر رقم 58 المفروض اشتغل فيه غرزة خلية النحل، هنا هشتغلها عادي وهكمل لحد نهاية السطر. تمام. وهشتغل السطر رقم 59 اللي هو سطر ظهر عادي جدا من غير شغل. تمام. وهرجع لكم مرة تانية في السطر رقم 60 ونشوف هنعمل ايه. وهنبدأ السطر رقم 60. هنقفل برضو من السطر رقم 60 هو سطر وش، وهنقفل 17 غرزة تانيين. انا ابتديت خلصت 8. سوري الكاميرا انا فكرتها بتصور بس ما كانش بتصور. قفلت 8 وهنكمل بنفس الطريقة. 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17. وبكده ابقى قفلت تاني 17 غرزة. 17 بعد كده سطر رايح جاي، بعدين 17 وهكمل السطر رقم 60 عادي سطر العدل لحد ما اخلصه، وهيبقى باقي بس 17 غرزة هخلصهم، وهشتغل السطر رقم 61 بعديه سطر ظهر عادي جدا على العدل عدل وعلى المقلوب مقلوب، وهرجع مرة تانية في السطر رقم 62 وهقفل كل الغرز. هبدأ السطر رقم 62 ده اخر سطر معايا، وهقفل ال17 غرزة الموجودين معايا على الابرة كله. هسلت اول غرزة وهبتدي اقفل كل الغرز اللي موجودة. هخلص واوريكم الشكل عامل ازاي. ورجعنا مرة تانية كده، انا قفلت الجزء الشمال من الكتف بالشكل ده 17 17 17 تمام. والمفروض نكمل في الجزء اليمين. ملحوظة مهمة لازم تاخدوا بالكم منها، مكان ما هتوقفوا حطوا علامة. يعني انا وقفت هنا، انا هنا جيت في سطر رقم 10 وابتديت شغل من اليمين واشتغلت لحد ما وصلت هنا عند المسافة بين نص الصدر اليمين والشمال، ووقفت ورجعت تاني واشتغلت سطر ظهر وبعدين وش وظهر وابتديت اشتغل جزء واحد. يعني انا هنا سطر رقم 10 كان سطر وش، فانا لما اجي اكمل سطر الجزء التاني من الجسم بتاع البلوفر هشتغل هنا الجزء ده سطر وش. طيب عندي هنا في جزء مهم لازم ناخد بالنا منه. انا هنا عندي انا اشتغلت المرد بالغرزة المرنة تمام. المرد في الجزء الشمال بيكون مغطي الجزء اليمين، بيكون مغطيه كده، وزراير بتبقى في الظهر في الجزء اليمين. فانا محتاجة اعمل المرد بيكون في ظهر الجزء ده. اعمل كده ازاي؟ وعدد الغرز هنا قد عدد الغرز هنا. يعني ازاي اعمل مرد يكون في عدد الغرز هنا زيادة بحيث تغطي الظهر هنا، وعدد الغرز دي قد عدد الغرز دي. بصوا هنعمل ايه. هاجي هنا عند بداية الغرز بتاعة المرد، بصوا كده، هاجي عند بداية ال8 غرز دول اللي انا اشتغلتهم بالغرزة المقلوبة، وهاجي في الظهر بتاعة الغرز دول هنا. وبصوا كده هقلب الشغل خالص، سوري انا بقلب البلوفر كامل. بصوا كده انا هاجي هنا في ظهر اول سطر اشتغلته من سطور المرد اللي هو السطر المقلوب، وهلقط ال8 غرز من الظهر. بصوا عند الخيط ده، شايفين الخيط ده اللي هو الاخير ده، سوري، شايفين الخيط ده السطر ده اللي انا شغاله فيه، اللي عند الخيط ده اللي فيه الغرزه اللي وسعت دي، ده السطر اللي انا شغاله فيه. يبقى انا هلقط من السطر اللي فوقه من هنا، شايفين ده انا واقفه هنا هلقط الغرز دي من اول هنا. هلقطهم ازاي؟ شايفين القبب او السبعات اللي هنا دي، او عاملين زي القبه او المبنى، هلقطهم معايا. شايفين في قبه فوق وقبه تحت، هنا في واحده فوق، هنا في في تحت او نص دايره تحت ونص دايره فوق. انا هاخد اللي تحت 1 2 3 4 5 6 7 واخر واحده اهي 8. كده انا لقطت ال8 غرز اللي في ظهر المرد. بقى معايا الشكل عامل كده. بصوا معايا غرز الجزء اليمين الشمال من الجاكيت او من البلوفر، ومعايا غرز المرد ال8. لما اجي ابتدي الشغل هبتدي الشغل منين؟
هقلب وهشتغل الغرز غرز وش، يعني هبتدي بالغرز اللي انا لقطتها. انا ببتدي كده من اليمين للشمال الغرز على الوش، تمام. فانا هبتدي من الظهر هنا من الغرز اللي انا ابتديتها او اللي انا لقطتها في ظهر المرد. طيب هعمل كده ازاي؟ معايا الخيط بتاعي، عملت حلقة كده، تمام، وخدتها على الابرة وهبتدي اشتغل هنا في الظهر في الغرز بتاعة المرد. هشتغل عدلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. كده انا اخدت غرز المرد. خدوا بالكم هتلاقوهم 9 بسبب الحلقة اللي انا عملتها في الاول. الحلقة دي بعد كده بنضمها مع الايه، مع اول غرزة، فاهميني؟ يعني السطر الجاي ناخد بالنا ان اول حلقة دي مش غرزة، بنضمها مع اول غرزة. كده انا معايا 2 4 6 8. كده انا ابتديت اشتغل المرد، وهكمل جزء الصدر اليمين بداية من السطر رقم 10 عادي جدا، تمام. السطر رقم 10 الباترون بتاعي بيقول ايه؟ بيقول ان المفروض هشتغل غرزة خلية النحل، تمام. يعني انا هشتغل هنا عادي جدا، وهشتغل هنا ايه؟ الغرزة بتاعت ايه؟ الضفيرة بتاعت خلية النحل. طيب انا هكمل شغل عادي رايح جاي، مع ان انا هشتغل ال8 غرز دول غرزة مرنة عشان اشتغل المرد لحد ما اوصل للسطر رقم 40، وبعدين هفصل عشان اعمل حردة الرقبة زي ما عملت في جزء السطر جزء الصدر الشمال. يعني هشتغل الجزء ده، تمام، عادي جدا. وهرجع لكم مرة تانية اوريكم الشكل عامل ازاي. انا هشتغل بداية من السطر رقم 10 لحد السطر رقم 40 عادي جدا. الزيادة الوحيدة اللي انا هعملها اللي انا هشتغل الغرز اللي انا لقطتها معاكم دول ال8 غرزة مرنة، سطر عدل وسطر مقلوب عشان اشتغل المرد الناحية التانية. هخلص الجزء ده وهرجع لكم مرة تانية نشوف الشكل عامل ازاي عشان ابدأ اشتغل حردة الرقبة وايه، ونكمل الجزء التاني ونقفل. ورجعنا مرة تانية اشتغلت. بصوا كده الشكل معايا عامل ازاي. ده شكل المرد معايا، ده الجزء صدر الشمال وده اليمين. بصوا كده لما تركب الزراير هنا جزء المرد ده كده هيتقفل على ده. انا كده عملت المرد وانا بشتغل، مش عملت المرد خارجي. طيب عايزين نكمل، هنكمل ازاي؟ بصوا بقى، هنبتدي دلوقتي نعمل تناقص الرقبة. حردة الرقبة زي ما عملناها الناحية دي عايزين نعملها الناحية التانية. طيب في عندنا مشكلتين. اول حاجة احنا كنا بنشتغل تناقص الرقبة هنا في سطور الظهر، تمام، عشان يبقى جاي كده معايا الاتجاه بتاع الحردة شمال. هنا عشان خاطر نشتغل بنفس الطريقة محتاجين نشتغل سطور التناقص اسطر وش، فهيختلف الاسطر بتاعة التناقص دي عن دي. يعني انا هنا كنت بشتغل في الاسطر رقم 41 و43 46 و45 47 و49، ده في الجزء ايه الشمالي في الاسطر الفردية اللي هي اسطر ظهر. في الجزء اليمين هشتغل في الاسطر اللي انتوا هتشوفوها مكتوبة عندكم، اسطر رقم 40 42 44 46 48 50. هشتغل التناقص نفسه 4 3 3 2 1 1 1 في الاسطر الزوجية على الوش من اول سطر رقم 40 لحد سطر 50 40 42 44 46 48 50. طيب ده اول اختلاف اني هشتغل في الاسطر الزوجية او الاسطر الوش. تاني اختلاف عندي، اختلاف مهم قوي، ان انا هنا مزودة 8 غرز، تمام. هشيلهم ازاي؟ يعني هنا العدد كان عندي مظبوط، هنا انا زودت وانا بشتغل 8 غرز. هعمل ايه؟ في اول تناقص عندي اللي هو سطر رقم 40 اللي انا هبتدي معاكم دلوقتي مش هنقص 4 بس، هنقص 4 زائد 8. يعني هنقص، هشيل ال8 غرز دول هقفلهم دلوقتي
ده كده انا بشتغل معاكم السطر رقم 40. هعمل ايه؟ هسلت اول غرزة وهقفلها، 1 2 بصوا كده انا عملت ايه. قفلت اول 8 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8. قفلت اول 8 وبعد كده هشتغل التناقص العادي بتاع حردة الرقبة اللي هو 4 غرز. ادي 1 2 3 4. وهكمل بقية السطر عادي جدا. كده انا عملت ايه؟ اشتغلت اول تناقص في حردة الرقبة، تمام، وقفلت غرز المرد بتاعتي اللي انا عملتها ال8، وقفلت اول 4 غرز، تمام. وهكمل بقية السطر اللي هو سطر رقم 40 هكمله عادي. هشتغل سطر الظهر رقم 41، سطر رقم 42 هشتغل فيها اقفل تاني 3 غرز اللي هما اقفل يعني اول 3 غرز هنا في الاول، وهكذا لحد ما اخلص السطر رقم 50، تمام. بنفس الطريقة اللي اشتغلت فيها تناقص الرقبة من الناحية الشمال هكملها الناحية اليمين. انا قلت لكم بس التركة اللي في الاول واختلاف التوزيع. هخلص الجزء ده وهشتغل انا الاسطر بنفس التتابع اللي قلت لكم عليه. يعني ابتديت سطر رقم 40 نقصت فيه 4، وبعد كده هنقص في سطر رقم 42 هنقص 3، رقم 44 هنقص 2، 46 هنقص 1، 48 هنقص 1، 50 هنقص 1. وهخلص الاسطر لحد ما اوصل لحد اسطر تناقص الكتف، وهرجع لكم مرة تانية عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي، وهنشتغل تناقص الكتف الجزء التاني هيكون عامل ازاي. هخلص الجزء ده وارجع لكم مرة تانية. رجعنا مرة تانية، ده الشكل معايا دلوقتي بقى عامل كده. خلصت حردة الصدر الدائري، تمام، وصلت لحد سطر رقم 57، تمام. يعني هبتدي معاكم دلوقتي سطر رقم 57 اللي هيبقى سطر ظهر، وهبتدي اشتغل فيه التناقص بتاع الكتف اللي هو هنقص 17 17 17. طيب انا الجزء ده اشتغلت اول سطر تناقص عندي للكتف في السطر رقم 58، فكنت بشتغل التناقص في سطر الوش. هنا مش هينفع اشتغل لاني في سطر الوش لاني محتاجه ابتدي التناقص من هنا. المره اللي فاتت انا ابتديت التناقص من اليمين فكان ماشي مع اتجاه سطر الوش. المره دي انا عايزه ابتدي من الشمال، فمش هعرف اشتغل لان انا ماشيه من اليمين للشمال، فمش هعرف انقص كده غير وانا راجعه في سطر الظهر. فهيبقى يحصل تبديل في الاسطر اللي انا هشتغل فيها التناقص. هشتغل التناقص هبتدي في السطر رقم كام؟ هبتدي في السطر رقم 57. يعني انا دلوقتي هبتدي معاكم سطر رقم 57 اللي هو سطر ظهر، ده هيكون اول سطر هبتدي فيه هشتغل فيه تناقص. هبتدي اسلت اول غرزة من غير شغل، تمام. اشتغل بعدها غرزة عادي تناقص، سوري مقلوبة، تمام، واقوم قافلاها بالشكل ده. كده قفلت اول غرزة. التانية هشتغلها زي ما هي عدلة اهي، واقوم قافلاها كده 2 3 4 5. كده قفلت 5 غرز. هكمل لحد ما اخلص 17 غرزة هقفلهم، وهكمل بقية السطر عادي جدا اللي هو سطر رقم 57. هقفل 17 غرزة وهكمل بقية السطر لحد الاخر، وهشتغل السطر رقم 58 سطر وش عادي، وهرجع لكم مرة تانية في السطر رقم 59، تمام، نشتغل فيه بقية التناقص، يكون ده تاني سطر تناقص. اشتغلت السطر رقم 58 ورجعت للسطر رقم 59 وهنقص تاني 17 غرزة. هبتدي كده هسلت اول غرزة وهنقص تاني 17 غرزة. كده قفلت 1 2 3
وهكمل بقية السطر لحد ما اخلص 17 غرزة، وهشتغل اخر الغرز الباقية. هلف الشغل وهشتغل السطر رقم 60 اللي هو سطر الوش عادي جدا. تمام. وبعد كده هبتدي اشتغل السطر رقم 61 معاكم واشوف هنعمل فيه ايه، اللي هو اخر سطر اللي هيبقى فيه السطر اللي فيه المشكلة. هكمل بقية السطر ده واوريكم الشكل هيبقى عامل ازاي. اشتغلت السطر رقم 60 اللي هو سطر وش بالشكل ده عادي جدا، اللي هم اخر 17 غرزة. عندي كده باقي سطرين عشان خاطر اخلص جزء الصدر بتاعي. تمام. اللي هو سطر 61 و62. طيب في العادي انا المفروض اخر سطر ده اقفله، بس انا مش هقفله. هشتغل السطر الاول رقم 61، يعني هشتغل السطر ده سطر عادي جدا من غير اي تناقصات، اللي هو سطر 61 سطر الظهر بالشكل ده. عشان خاطر اظبط الجنبين، يبقى الجنب اليمين زي الجنب الشمال. تمام. ميبقاش فيه اختلاف في الطول، ويبقى فيه فرق معايا في المقاس. هشتغل اخر سطر معاكم اللي هو السطر رقم 62. هقفله سطر عادي جدا، هقفله تمام من على الوش. هسلت اول غرزة وهقفلها بالشكل ده. تانية. خلصنا اهو بالشكل ده. هنجيب هنا جزء من الخيط كده صغير، وهشد كده واعمل عقدة واقفلها. تمام. وبكده نكون خلصنا الجزء الصدر الامامي والمرد من البلوفر. كده الجزء ده بنكون خلصنا. جزء الصدر الامامي عملنا ايه؟ عملنا حردة الابط والمرد، حردة الرقبة وحردة الكتف بالشكل ده. عملنا المرد الداخلي. انا كنت عايزة اكمل معاكم واكمل جزء الظهر في نفس الجزء ده، بس للأسف الجزء طلع كبير جدا، فهنكمل مع بعض الجزء الجاي بإذن الله. هنعمل بإذن الله جزء الظهر والأكمام. أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. باي.